أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى من يوم ما جربتها والحقيقة بعملها على طول وولادي حبوها جدا. هي وصفة فطاير خطيرة، هعملها معاكم بكل أسرارها والنتيجة حقيقي تجنن. هعمل فطاير غير أتشمة التركية، وهي بحشوة الشوكولاتة، مشهورة جدا بتركيا وطعمها خطير، شبيهة كده للكرواسون لكن أخف. وهعمل كمان حشوة تانية متأكدة إنها هتعجبكم. شايفين قد ايه هشة وقطنية وخفيفة جدا، خطيرة حقيقي، هتعجبكم جدا لما تنفذوها. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. واللي متابع صفحتي على الفيسبوك يعمل لايك وفولو. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف الطريقة والمقادير. في البداية المكونات دي كلها ادمجها مع بعضها، وبعد كده اضيفها للدقيق، وهو 500 جرام من الدقيق، نص كيلو. أول حاجة عندنا حوالي 95 ملي من الحليب، حوالي نص كوباية، وكوباية مية ناقصة معلقتين، 55 ملي من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخميرة، وثلاث معالق من السكر، ونص معلقة من الملح، وبياض بيضة، والصفار بخليه هدهن بيه الوجه بعد ما تخمر الفطاير. طبعا المقادير كاملة أنا هكتبها لكم وهسيبها في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. بقلب بقى المكونات مع بعضها، السكر مع الخميرة مع المية مع الملك مع الملح لغاية ما يدوب السكر، واضيف بعد كده الخميرة وبياض البيضة، وممكن اضيف له شوية فانيليا، واضيف نص معلقة من الخل، وادمج المكونات مع بعضها، وبعد كده اضيفها للدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، نص كيلو. واضيف المكونات على بعضها وادمجها الاول كده بالسباتشولا، وبعد كده اشغل عليها الستاند ميكسر حوالي 7 ل10 دقايق لغاية ما تتكون عجينة ناعمة ومطاطية، وتكون برضو مايلة لليونة، ما تكونش عجينة يابسة. المكونات مع بعضها مظبوطة جدا، محتاجتش ازود دقيق او ازود اي سوائل. شايفين بقى العجينة ناجحة جدا، امسكها كده واشدها من الطرفين بتتمط معايا، هي كده مظبوطة جدا. اظن شكلها بقى بيتكلم عنها، ناعمة جدا وممتازة. بشيلها بقى وغطيها واسيبها تختمر في مكان دافي حوالي ساعة الا ربع، من نص ساعة لساعة الا ربع حسب درجة الحرارة. نشوف بقى حشوة الشوكولاتة. عندي حوالي 50 جرام دارك شوكولاتة، هسيحها على حمام مائي، وبعد كده اضيف لها معلقتين من الشوكولاتة القابلة للدهن. اما بقى العجينة بعد ما اختمرت شكلها يعني حقيقي جميل جدا. شايفين العجينة قد ايه خطيرة وناجحة جدا وخفيفة، مش قادرة اوصف لكم جمال العجينة دي، لازم تجربوها. وميزتها ان ممكن نستخدمها في انواع حشوات وفطاير كتير. نقطعها بقى كور كده صغيرة، مش صغيرة يعني، حوالي من 75 ل80 جرام، الحجم ده مناسب جدا. عايزين تكبروا حجمها عن كده او تصغروه، ده بيرجع ليكم. وطبعا برصها على سطح مدهون بالزيت، ما بستخدمش خالص دقيق ولا في الفرد ولا في اي حاجة. برصها كلها وبخلص الكمية وغطيها برضو، أدهن وشها بالزيت، زيت خفيف جدا، وبعد كده أسيبها ترتاح حوالي نص ساعة ونرجع تاني ونشوف هنفردها ازاي وتكنيك الفرد والحشو. في الحقيقة أنا لما بعمل الفطاير دي بحب أعمل لي كام واحدة بالحشوة دي، فحبيت أشاركها معاكم لو حابين تجربوها. هي عبارة عن معلقة متوسطة قرفة، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقة كبيرة جوز هند، ومعلقة متوسطة زبدة سايحة، وبدمجهم مع بعض. طبعا واساس الوصفة هو الشوكولاتة، حطيتها في كيس تلاجة كده عشان اسهل توزيعها، وزبدة تكون طرية وفي درجة حرارة الغرفة عشان برضو تكون في الفرد سهلة. بدأت بقى بأول واحدة خالص، كنت عملتها في الأول أول كرة عجين، وبفردها فردها سهل جدا، مش محتاجة أي مجهود. وبضيف حوالي نص معلقة متوسطة من الزبدة، ووزعها بقى أثناء فرد العجينة، يعني بيتوزع ده الزبدة بتتفرد مع العجينة، فبتتوزع كويس قوي على كل العجينة بالشكل ده. وفردها فردها سهل جدا، يعني العجينة بتمد معايا بسهولة قوي. وطبعا يبقى السمك بتاعها زي ما احنا شايفين كده واضح، ما بتكونش سميكة ولا حاجة. وبعد كده بوزع الشوكولاتة، وطبعا النسبة دي بترجع لكل حد ورغبته، ده معقول جدا النسبة دي. وبضغطها من الحرف بالشكل دوت علشان ما تطلعش، واقوم لفاها بقى بالشكل ده. ولازم الاطراف تكون رقيقة، بتأكد منها انها تكون رفيعة قوي، واقوم لفاها بالشكل ده، واضغط الاطراف من الجنبين عشان ما تطلعش الشوكولاتة من الجنب، واسيبها تستريح.
بخلص بقى كل الكمية بالشكل ده. دي كلها الشوكولاتة. وهعمل معاكم دلوقتي الحشوة اللي هي بالقرفة والسكر، برضو تشوفوها معايا. فردت بقى العجينة بنفس الطريقة، وعليها طبقة الزبدة طبعا، وعليها حوالي 3 معالق من الحشوة الخطيرة دي. يا جماعة لازم تجربوها، حقيقي جميلة جدا. لو جربتوها أكيد لازم هتكرروها وتعملوها كتير. واضغط برضو من الأطراف بالشكل دوت عشان أضمن الحشوة ما تطلعش، والفها بالطريقة دي، واضغطها وانا بفردها كده بحيث يبقى اللفة على ضيق. وبرضو اضغطها من الجنبين بعد ما الفها كلها، اضغطها من الجنبين من الاطراف كويس قوي عشان اضمن الحشو ما تخرجش منها، واسيبها بقى جنب اخواتها كده تستريح لغاية ما اخلص الكمية كلها. وحاجة مهمة لازم اقولها، ان العجينة قبل ما ببدأ فيها لازم بقلبها على وشها بالشكل ده علشان تبقى الناحية الناعمة هي اللي بره. اخر حاجة بندي بقى الفطاير الشكل النهائي بتاعها. بطول القطعة بالشكل ده، وبعد كده ألفها بالطريقة اللي باينة في الفيديو دي. ونخلي بقى الطرف الأخير الفتيرة تحتها كده علشان ما تتفتحش في التسوية. هعمل معاكم واحدة تانية عشان تكون واضحة أكتر. طريقتها سهلة جدا وهي مرتاحة، فالعجينة تطول بسهولة. لازم الطرف يكون تحت الفتيرة بالشكل ده. نرصها بقى في صاجات مدهونة دهن خفيف كده بالزيت، وممكن برضو مفروشة بورق الزبدة عادي. وبنغطيها تخمر تاني لحوالي نص ساعة. بعد ما بتتخمر بنغطيها بقى بخليط البيض والحليب، صفار بيضة وعليه معلقتين حليب ورشة فانيليا خفيفة. وبغطي بقى الفطاير كلها. والتسوية بتكون في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 175. بشغل الشواية مع الفرن، بيقعد حوالي من 12 ل 15 دقيقة، وبيكون في الرف الأعلى من أرضية الفرن على طول، بنرفعه درجة واحدة. شايفين قد ايه الفطاير هشة وقطنية؟ ده أول صاج اللي كان بالشوكولاتة، وده التاني اللي بالقرفة والسكر. الاتنين أحلى من بعض وريحتهم تحفة. مش قادرة أقول لكم الوصفة دي هايلة قد ايه، جميلة جدا. شوف بضغط عليها، لما تضغطوا على المخبوزات وتلاقوها بتطلع تاني شكلها الطبيعي، هي كده ناجحة جدا في التسوية، مستوية كويس جدا، وفي نفس الوقت مش ناشفة وهشة وقطنية. الشوكولاتة جواها سايحة وتحفة جدا، خطيرة يا جماعة خطيرة. أما بالنسبة اللي بالقرفة والسكر دي بقى مميزة جدا وريحتها تجنن، ده غير طعمها الخطير. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى برضو ان انتوا تجربوها، وانا متأكدة انكم مش هتبطلوا تعملوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديدة. باي باي.